السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني من الحاجات المهمة قوي لازم نكون واخدين بالنا منها هو ان انا لازم اكون سريع في استخدام التولز اللي معايا. يعني ايه سريع؟ يعني اطلع اوتبوت بشكل سريع وفي نفس الوقت كواليتي كويسة قوي، وده اللي هيخلي اي شخص مميز في اي مكان يشتغل فيه، وبالاخص لو بيشتغل باكسل. الاكسل هو بيزكس اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نانلايز او نحط فيها داتا او نطلع ريبورت او ايا كان بقى تاخد ديسيشن، او المكان اللي انت بتشتغل فيه مع تيم. فانت محتاج تسجل شويه بيانات وتبدا من البيانات دي تطلع منها قرارات. فعشان كده احنا بنتكلم في الاكسل، والاكسل هو البيزكس. فيلا عشان نخش في الموضوع. ثلاث حاجات النهارده مهمين في الاكسل هنبص عليهم ونتعلمهم مع بعضينا واستخدمهم في شغلك عشان تبقى شخص افيشنت وشخص سريع. تعالى اوريك التريكات دي. يلا بينا. بص بقى يا سيدي، لو انا قدامي بيانات زي دي كده، اول حاجه لازم اعملها على الاكسل ان انا ادوس كليك يمين واختار فيو كود، وبعد كده بدل جنرال اختار ورك شيت، وابدا ان انا احط الستيتمنت دي اللي هي سيلز انتاير كولوم اوتو فيت، وابدا احط سيلز انتاير رو اوتو فيت. ده بيعمل ايه؟ ده بيظبط لي الارتفاع والعرض بتاع السيلز اللي موجوده عندي. بص، اول ما ادوس كليك هنا كده في اي مكان فاضي في الاكسل، الاكسل شيت بيبدا يظبط لوحده. تاني حاجه ببدا ان انا اعملها، لازم لو انا عندي اسماء زي دي كده ما ابداش بقى ان انا اقول ايه، اول حرف لازم يكون كابيتال، فانا بالتالي هبدا اعدل واحده واحده. طبعا لو انا قعدت اعدل واحده واحده الاسماء دي كلها هتاخد مني وقت كبير قوي. فبالتالي اعمل ايه؟ موضوع سهل جدا. هتيجي هنا في اي مكان فاضي في الاكسل، تكتب ايكوال، دخل الايكويشن دي بروبر، اختار بروبر دي، وبعد كده دوس على السيل هنا. هتلاقي الاسم اوتوماتيك اتحول لكل حرف في بدايه الاسم لكابيتال زي ما احنا عايزين. وناخد دي الايكويشن دي كلها ونبدا ان احنا نحطها كابي بيست في الصفوف اللي موجوده عندي هنا. فكل الاسماء اتحولت. هتلاقي ماجد فؤاد، بص الفرق بين ماجد فؤاد هنا وماجد فؤاد هنا. دي اول تاني خطوه على طول لو انا عايز اظبط الاسماء بتاعتي. مع الخطوه دي كده يبقى انا كده ظبطت الاسماء. طب انا عايز احطهم في التيبل بتاعي، مش عايز اخليهم كده منفصلين، فهعمل ايه؟ الموضوع بسيط قوي. حضرتك دخل هنا كولوم، خد الاسماء دي كلها كده كوبي، وابدا احطها هنا بيست، ولكن اختار الاوبشن الثاني اللي هو فاليوز عشان ما يدخلش الايكويشنز فتديك ايرور في الايكويشنز. سيمبلي شيل ده خالص، امسح الكولوم ده وامسح الكولوم ده كمان. فبالتالي التيبل بتاعك عندك هنا دلوقتي بقى مظبوط. طيب الحاجه اللي بعد كده بقى، لو انا عندي التيبل بتاعي فيه ايكويشنز غلط بالمنظر ده وعايز اخفيها عشان اعرض الداتا بتاعتي، في عندي ميتنج وعايز ابدا اعرض الداتا بتاعتي، فمش هينفع اعرضها بالشكل ده وفيها جواها نيمز. ازاي اتخلص من النيمز دي او اخفيها؟ ازاي اخفيها؟ موضوع بسيط جدا. حضرتك هتيجي هنا تعمل كنترول ايه، تعلم على كل حاجه في التيبل، بعد كده بتدوس F5، ومن سبيشال تختار فورمولاز وتشيل نمبرز تكست لوجيكالز وتسيب ايرورز بس. هتلاقي اتعلمت معاك كده، تدوس كنترول 9، اختفت معاك وبدأ الداتا بتاعتك كلها ما فيهاش اي ايرورز في الايكويشن، وهتظهر معاك بالمنظر ده. يعني اتمنى يكون الحاجات دي كده ساعدتك ان انت تكون سريع في الاكسل واستخدمها، وما تنساش لايك وشير عشان الخير يوصل للكل. واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.